الله ميسي لو عضمه في اوف، عارف يعني لو ماسك عكازين كده وماشي ينزل في اخر دقيقتين ويقول لنا انا اهو انا اهو انا اهو ميسي. لا ولا بتحبه كابتن ايه ده للدرجه دي؟ يا عم والمصحف بعديه ما هتفرج على كاس عالم ولا دوري ايطالي ولا دوري انجليزي. انا اللي بقول لك وهتحلل برضه وكل حاجه. لا بقى يبقى ده عشان اكل العيش لكن ما يستمتعش يعني. انما قولة المتعه يا راجل ده امبارح في 3-4 كور وهم جايين له بيعملها بلمسه واحده يعني لا بلمسه واحده. يعني ميسي ده اللي هو مثلا المفروض يمسك الكره ويعمل اللي هو عايزه، حتى اللمسه ليها طابع خاص. كابتن رضا بشكرك، صباح الفل حبيبي. احلى مسا عليك يا ابو عمو. سيجاره عنب عشان الصحصحه. ميسي هيطلع الفرقه دي او الارجنتين هتطلع الفرقه دي. ميسي هو ميسي هنتكلم بجد. والمصحف شيل ميسي هتلاقي فرقه عزبة ابو رجب. لا مش للدرجه يا كابتن. لا للدرجه دي. لا الدرجه. اسمع بس اسمعني بس كابتن رضا بس النجوم اللي موجوده يا عم نجوم ايه؟ نجوم ونجع. نجوم ايه؟ هو في هم بيروحوا للجون غير عن طريق ميسي. مش عايزين نضحك على بعض. ده انت هو عنده الحلول اللي هو بيفك الطلاسم اي مباراه. بس يعني امبارح مثلا عمل واحده وما رضيش يعملها له من الاول، رقص التالت لما فضي خالص عشان يديها له بالظبط كده مشفيه. يعني كل بقى يا وحش طلعها فوق رشاتها فوق الصراحه. ده اسمه كلام صعب عليا لسه والمصحف والله العظيم صعب الكوره دي. لا والكوره الثانيه اللي شاطها في نص الجون برضه اللي طاروا برضه. ولا بيتعامل يعني برضه لا تحس ان هو بيعاني، مع ان لو طاروا ده يعني مهاجم كبير برضه في بيتخضوا. بس ما تفهمش ايه اللي هم يا جدعان انتوا تلعبوا مع ميسي. يعني انا دايما العب مع ميسي هلعب على الغير متوقع عشان ابقى دايما ذهني جاهز. شوفوا قاعد عمال يتكلم كده تقول جوارديولا لما مسك طنطا كان هيشيل طنطا من على الخريطه خلاص. لغوا مولد سيد البدوي بسبب الراجل ده. لما راح طنطا لازم يوم درجه، لازم تحت الارض، لازم يوم في ترعه.